نادينا حياكم الله من جديد. قبل ما ادخل على مباريات الغد واللي هي منتظره، بس الموضوع مهم كابتن سامي الجابر، يعني الحديث على موضوع الحراك اللي حدث على مستوى الاتحاد السعودي واليوم يعني على مساله الطعون اللي حدثت والعمليه الانتخابيه اللي تمت. انت تعليقك عليها، انا ابغى اسمع برضو اراء النجوم. انا ماني متابع جدا زي ما قلت لك، واستمر اقول نفس الكلام، ماني متابع جدا، ولكن اشوف انه ما في شيء واضح او اساسيات واضحه في عمليه. هي في الاخير ليست تزكيه كالعاده، هي في الاخير انتخابات. هذه مؤسسه مستقله المفروض تكون عندها ذا. اما الاشياء الواضحه والصريحه انه الانتخابات يجب ان تكون شفافيه، ترانسبيرنسي فيها عالي جدا. انا ماني قاعد اشوفها. طيب كابتن معلش سؤال، انت الشروط هذه حقت الاتحاد وكذا هذه تطابق عليك كلها كامله؟ بتطبق علي يعني كرئيس اتحاد؟ اي انك تخش انتخابات وكذا، الاشتراطات اللي كانت موجوده الاشتراطات يعني كامله؟ كل الاشتراطات موجوده يعني، بس الا واحده ما عندك. عطني بس وش الانجليش. عنده برتقيت قراءة ولا كتابة ولا تحدث؟ لا الانجليش هذه بس. لا شوف، اليوم انت تبحث عن مرشح واحد يجي يمسك الكرة السعودية. اكيد اي واحد يجي عنده ملف قوي جدا، اسوي ملفات قوية جدا. الملفات هي عبارة عن مستقبل الكرة السعودية في الفئات السنية، تطوير الدوري، أشياء كثيرة. هذه الأشياء يجب أن يكون في ناس، مجلس الإدارة الموجود مع الشخص مجلس إدارة قوي، لكن الشخص نفسه إذا كان بيستمر على نفس السيستم ما راح يكون في أي تغيير.